السلام عليكم أحبابنا أصحاب التكاتك. احنا النهاردة مع فيديو جديد. الزيت زي ما انتم شايفين مغرق المحرك تغريقة فظيعة. هنشوف الفيديو مع بعض ونبدأ نتكلم عن الموضوع ده. أهلا حبايبنا. طبعا احنا بالكشف المبدئي لقينا الزيت مغرق جسم المحرك بالطريقة اللي انتم شايفينها. بندور على السبب، فوجئنا بمفاجأة غريبة جدا. كانت النتيجة ان بالكشف المبدئي اتضح ان المسمار اللي ماسك الشكمان عند الخزنة بتاعة الزيت في وش السلندر فيه شرخ او فتح بسيط، والشرخ ده يعني منمل تنميلة خفيفة كده. طبعا مع ارتفاع درجة حرارة المحرك بيبقى الوضع زي ما انتم شايفين كده مأساوي. ودي احنا بنبص جوه كده. طبعا انتوا شايفين الجويت قبل فرغة الزيت بالظبط، اللي هي منطقة الزيت بتاع الطرمبة. احنا كشفنا على الزيت ده وشفنا طالع ولا لا، لقينا طالع والمحرك كويس بالنسبة لضخ الزيت للكامة وللشواكيش. والمنطقة دي طبعا هي الجويت بتاع الشكمان واصل ليها، فدي مشكلة خطيرة جدا أثناء التعامل. فطبعا أدي لأن البوجيه نسيل عليه زيت لأنه بينزل وبيبقى يلف مع الشرايح وبياخد دورته وينزل من تحت، لأن تبريد الهواء طبعا واندفاع الهواء بيخلي الزيت يبدأ يتوزع على جسم الموتور مع حركة الهواء. فهنا احنا بنحاول ندور برضو على الابواب كلها نقفلها، ابواب الزيت تسريب الزيت. وان شاء الله باذن الله هنحاول نستخدم المعجون مع المسمار ونحطه على سن المسمار ونحط شويه جوه قدامه، بحيث ان واحنا بنربط هيبدا يضغط المعجون بتاع اللحام في المنطقه دي. بس هو انا عارف ان مع الحراره المعجون هيفك، بس ده يعتبر حل ثانوي ان المعجون مجرد ان يمسك. احنا بندور هون عشان نشوف فيه هل زيت جاي من نفس الفتحة بعد ما نضفناها بالبنزين وبالهواء وضغطنا، بحيث ان ايه نشوف هل الزيت هيبدأ يسيل كده ويعرق في المنطقة دي. فهو اتضح ان فيه بعض التعريق في السن نفسه او في السن الجويط بتاع الشكمان ده. طبعا اثناء الربط بيعمل مشكلة وبيخلي المكنة تبدأ تنفس الزيت، لان انت لما بتربط كمان بيزيد الضغط مع الحرارة، بيزيد الضغط فبيزيد تنميل الفل او الشرخ اللي موجود في الفرغ، ودي بتبقى في منطقة ضغط الزيت. ضغط المحرك بيبقى الزيت مضغوط ومع كبس المحرك فبيضطر يضغط. تعتبر انت مش يعني التخيل ان الضغط بيبقى خفيف في داخل المحرك اثناء الحركة واثناء السرعة. كل ما زادت السرعة زاد ضخ الزيت وزاد الضخ البست من الداخل. فاحنا دلوقتي بنجهز انبوبتين اللحام زي ما انتم شايفين بتاع معجون اللحام الحديد، وهيبدأ ندي شوية جوه مكان الجويط كده احتياط، وبنعوص الجويط نفسه ونبدأ نربطه في زي ما انت شايف بيدوب اهو احمد افندي كعب الغزال بيعمل شوية افشخانات وشوية وافتكاسات. فده احنا بنعلمه ازاي يفتكس. ايوه كده بيدخل في نفس السن نفسه الداخلي، وبيبدأ يعوص الجويط
عشان نربطه ونربط البوجيه، وفي النهاية يدور يبدأ يسخن، بحيث إن المسافة دي ما يديش يعني، هيقدر يعني حتى ينشف بتاع، هيديني فرصة تحمل شوية، ويقدر ممكن يمنع الزيت وما نحتاجش للحام ولا الفك خزنة ولا لحام ألمونيا ولا الكلام ده. طبعا اللحام غالي، هذا بيعصي الجو يتهون، وأنبوبتين لحام تمنع تسرب الزيت في التوك توك. هنا بننشف وبنمسح المفك، لأن لما بينشف بيبقى مشكلة برضه على المفك. هو بيربط دلوقتي الجويط، بيربطه بالمعجون نفسه اللي عليه وبيبدأ ينزل. هنيجي لما نضغط هنلاحظ وجود بقعة زيت نازلة، أيوة، نتيجة إن هو المعجون مع المادة عمل زي عصر المنطقة، فضغط نسبة الزيت الخفيفة دي بره، اللي هي جت نتيجة الدوران بتاع المحرك. وأتمنى إنها تمنع إن شاء الله، وما نحتاجش نغير وش السلندر وتقرف الدنيا يعني، لأن وش السلندر بكام النهاردة. تمام تمام تمام. جدع جدع، الله ينور يا باشمهندس علي، نور عليك. كده انت مية مية. كده شايف رباط قوي جدا، وده معمول له سوست على فكرة في الورشة الفنية بتاعتنا، أو معمول له هير كويل. والسوستة بتاعتنا احنا تعتبر تعديل على السوستة الألماني اللي هي بتنزل، بحيث إن احنا نستفيد. وبالنسبة لنا هنا الورشة الحمد لله فيها استعدال مساعد الموتوسيكل، أو بدأت في تصميم المعدات اللي هي البسيطة بدون تكلفة عالية في استعدال على المكبس، وجهزت المكبس بتاع الورشة بحيث انني اقدر استعدل المساعد الموتوسيكل. واتمنى ان انتوا تتابعونا على القناة وتدونا لايك واشتراك، ودي تأثير الزيت على جسم المحرك. واتمنى ان احنا نكون توفقنا في حل المشكلة وعرضنا حل للمشكلة يقدر يستفيد بيها أحبابنا وأصحابنا أصحاب التكاتك. الله ينور يا حاجنا. وهنربط البوجي بقى ونبدأ ندور. وأتمنى أن الناس اللي شاهدت الفيديو للنهاية وشافت الحل ده واستفادت إنها تعمل اشتراك ولايك للقناة لمشاهدة المزيد من الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.